السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سنة 2011 الشرطة في النمسا بتقبض على الست اللي قدامنا دي بعد ما ارتكبت جريمتين قتل، وكان الدافع الرئيسي لارتكابها للجرائم دي هو إن نفسها تبقى أم. فهل ده سبب ممكن يخليها تقتل؟ تابعوا معايا الحكاية للنهاية وانتوا اللي هتحكموا. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في يوم 6 سبتمبر سنة 1978 اتولدت استيباليس كارانزا، بنت جميلة وذكية. انتقلت مع عيلتها من أسبانيا للمكسيك في سنين عمرها الأولى، وعاشت في المكسيك لحد ما خلصت دراستها الجامعية وبامتياز. وهنا استيباليس قررت إنها تبدأ حياة جديدة ومستقلة وتعتمد على نفسها في كل حاجة. وأول قرار أخدته إنها تروح تعيش في ألمانيا، وفعلا ده اللي حصل. واتعلمت اللغة الألمانية في 3 شهور بس. يا قروبة، ما شاء الله. بس بالرغم من شطارتها دي، كل اللي كان بيدور في دماغها ونفسها تحققه هو إنها تبقى أم. استيباليس في البداية اشتغلت في محل بيبيع آيس كريم، وهناك قابلت واحد اسمه هولجر هولز عنده 36 سنة، ونشأت قصة حب ما بينهم. وبعد وقت بسيط جدا اتجوزوا، ووقتها كان عمرها 22 سنة. وعن اللحظة دي استيباليز قالت في كتابها اللي هتكتبه بعد كده إنها في اللحظة اللي لبست فيها خاتم الزواج عرفت إنها ارتكبت غلطة كبيرة. وفعلا قلبها كان حاسس، لأن مع العشرة بدأت تظهر شخصية هولجر الحقيقية، شخص كسول وعنده هوس بحركة دينية هندية متشددة اسمها هاري كريشنا. ده غير إنه امتنع عن ممارسة العلاقة الزوجية معاها بحجة إنها ما عادتش جذابة ولا بقت جميلة في نظره. وساعتها تسكت استباليز؟ لا طبعا. الست عملت كل اللي تقدر عليه، راحت صبغت شعرها وغيرت من طريقة لبسها واشترت بيرفيوم جديد. يعني الصراحة البناية ما أثرتش في أي حاجة، وكل ده علشان تعجب سي هولجر. والأهم هو الهدف الرئيسي ليها، وهو تكوين أسرة وتحقيق حلمها بالأمومة. هولجر لما شاف استباليز بتعمل كل المحاولات دي صعبت عليه، ووعدها إنه هيتغير ويفكر بجدية في فكرة تكوين أسرة، بالرغم من إنه كان ضد فكرة الإنجاب. بس ساعتها قال لها أنا عندي شرط واحد بس، لو وافقت عليه هعملك اللي انت عايزاه، وهو إنك تسافري معايا النمسا. وطبعا استباليز وافقت وسافرت معاه للنمسا، لكن للأسف الأمور بدل ما تتحسن بقت أسوأ من الأول. وقتها الطرفين اتفقوا على الطلاق، وتم فعلا. بس بعدها هولجر رفض إنه يسيب البيت، وقال لها أنا قاعد مش ماشي. وعاشوا الاتنين تحت سقف بيت واحد وهم متطلقين. المهم إن في الوقت ده استباليس كان بقى عندها محل آيس كريم خاص بيها وموجود جنب البيت. أما هولجر فكان على طول قاعد قدام الكمبيوتر وبيلعب جيمز، وعمال يتنقل من اللعبة دي للعبة دي. ومع مرور الوقت الحياة ما بينهم بقت روتينية وباردة، عايشين تحت سقف بيت واحد، بس كل واحد فيهم كأنه عايش لوحده. لحد ما بتيجي سنة 2008، هولجر في يوم من الأيام كان قاعد بيلعب جيمز قدام الكمبيوتر زي عادته، وفجأة ظهرت قدامه ستيفاليز وهي لابسة ومتشيكة ورايحة تقابل راجل تاني اتعرفت عليه. وساعتها هولجر بصلها وقال لها حبيبتي استسلمي بقى، مش هتلاقي راجل تاني يقبل بيكي. وطبعا وقتها ستيفاليز حست إن هولجر طعنها في أنوثتها. ودي كانت اللحظة اللي قررت فيها ستيفاليز إن كفاية قوي كده على الراجل ده، واتحركت ببطء لحد ما وصلت لدرج هولجر كان عاين فيه مسدس. وأخدت المسدس وراحت له وهو قاعد قدام الكمبيوتر، وضربته 3 رصاصات في دماغه. وبكل برود أعصاب دخلت غيرت لبسها وراحت الميعاد اللي وراها، وسابت هولجر وهو غرقان في دمه. وبعد ما قضت ليلتها وكله تمام، تاني يوم الصبح رجعت البيت ولقت جثة هولجر مستنياها. فجابت كحول وكبته على الجثة علشان تتحرق وتتحول لرماد. لكن على عكس توقعاتها تماما، الكحول بس هو اللي ولع، والجثة فضلت زي ما هي. ولما الجيران شموا ريحة الشياط خبطوا عليها، بس قالت لهم مفيش حاجة، ده الأكل اتحرق مني مش أكتر. وبعدها فكرت في خطتها الجهنمية. استباليز راحت السوبر ماركت واشترت منشار كهربائي، ورجعت قطعت جثة هولجر لأجزاء صغيرة وحطتها في تلاجة الآيس كريم الموجودة عندها في القبو. بس اللي ما كانتش عاملة حسابه هو إن بعد فترة بدأت تظهر ريحة بقايا هولجر، وما كانش نافع معاها أي معطر. بس تفتكروا استباليز هتغلب؟ أبدا. استباليز جابت علب آيس كريم كبيرة وحطت فيها بقايا الجثة، وبعد كده صبت فوقيها كمية كبيرة من الأسمنت الأبيض
وبعد كده حطتها في التلاجة وقفلت عليها القبو. وبكده انتهى فصل من حياتها نهائي، وهو هولجر هولز. استباليس بعد ما اتخلصت من هولجر بدأت ترتب حياتها من جديد، وبسرعة ومن غير ما تضيع وقت اتعرفت على شخص بيبيع معدات الآيس كريم اسمه مانفريد هينتربرجر، عنده 48 سنة. لكن ولسه العلاقة في بدايتها، لاحظت إنه مش مخلص معاها، وده بعد ما أخدت تليفونه ولقت عليه صور مخلة لبعض صديقاته، ولقته كمان كاتب على حسابه في موقع من مواقع التعارف مواصفات فتاة أحلامه، واللي مفيش منها أي حاجة تشبه استباليز. حقيقي مرزقة. لكنها برضه تجاهلت كل ده واستحملت في سبيل إنها تبقى أم. في الفترة دي بدأت تشغل نفسها، وأخدت دروس في الرماية وكورسات في خلط واستعمال الأسمنت الأبيض، وفضلت مستنية تشوف إيه آخرتها مع الراجل ده. وكانت مجهزة كل حاجة، وحتى نفس المسدس اللي قتلت بيه هولجر كانت عيناه تحت مخدتها. واشترت أكياس بلاستيك وكمية كبيرة من الأسمنت الأبيض، واستنت اللحظة المناسبة. بس بالرغم من كل ده، استباليس كان عندها استعداد تتراجع لو صلح علاقته معاها وكونوا أسرة. وفي ليلة من ليالي نوفمبر سنة 2010، استباليس كانت لابسة ومش شيكة، وقاعدة في البيت مستنية حبيبها لما يرجع في محاولة رومانسية منها علشان تناقش مستقبلها معاه. لكن مانفريد بمجرد ما رجع البيت دخل على طول لأوضته من غير لا سلام ولا كلام، وطلع على السرير وادالها ظهره واستغطى ونام، وكأنها مش موجودة خالص. وقبل ما تفوق من صدمتها سمعته وهو بيشخر، وده كان آخر صوت يتسمع منه. وبمنتهى الغضب سحبت المسدس من تحت المخدة وضربته 4 رصاصات في دماغه. ونفس الكلام، جابت المنشار وقطعت جثته وحطتها في علب الآيس كريم، وبعد كده غطتها بالأسمنت الأبيض، وبعد كده نقلت العلب للقبو وحطتهم في تلاجة الآيس كريم مع بقايا هولجر، أهو يونسوا بعض برضه. وكعادة استباليز ما بتحبش تضيع وقت، وفي أقرب فرصة اتعرفت على واحد اسمه رولاند، وده كان الوحيد اللي لقت منه اهتمام وعاشت معاه حياة سعيدة. وفي 10 يونيو سنة 2011 استباليز اكتشفت إنها حامل في الشهر الثاني، وأخيرا اتحقق حلمها وهتبقى أم. لكن السعادة دي للأسف ما استمرتش كتير، لأن بعد ساعات من خبر حملها عمال الصيانة لقوا بقايا بشرية قدام مدخل القبو، وعلى طول بلغوا الشرطة وتم القبض على استباليز. وخلال التحقيقات معاها استباليز ما أنكرتش إنها ارتكبت الجريمتين. وفي يناير سنة 2012 استباليز أنجبت ابنها في مصحة عقلية تابعة للسجن، لكن الطفل أخدوه منها واتنقلت حضانته لأمها وأبوها. سبحان الله، الطفل اللي عاشت تتمناه أول ما جت دنيا هيعيش بعيد عنها. أما رولاند فاتجوزها وهي في السجن في مارس سنة 2012. وصرحت استباليز إنها بتحب رولاند لأنه عكس اللي كانوا قبله، ولو كانت قابلته من بدري ما كانتش وصلت للموقف ده. وفي المحكمة استباليز وقفت قدام كاميرات الإعلام اللي غطت الخبر، واللي عمل هزة كبيرة وقتها في النمسا. وساعتها في ناس اتعاطفت معاها لما قالت إن هولجر كان كسول وعنيف ومتنمر، وإنها آسفة على اللي عملته معاه. أما عن حياتها مع مانفريد فقالت إنها كانت زي السجن، واعترفت إنها حست بالذنب بعد ما قتلته. برضه ده أنت كنت مجهزة كل حاجة. وبالرغم من إنها كانت واعية وهي بتنفذ جرايمها، إلا إن المختص النفسي المكلف من المحكمة شخص حالتها بإن عندها شذوذ عقلي ومشاكل نفسية خطيرة، وممكن لو خرجت من السجن تنفذ جرائم تانية. وعلشان كده تم الحكم عليها بالسجن المؤبد في المصحة العقلية التابعة للسجن. استباليز بعد ما قضت 5 سنين في سجنها اتنقلت لسجن تاني مخصص للرجال المجرمين المختلين عقليا. وفي السجن درست إدارة أعمال، وألفت كتاب حكت فيه كل جرايمها، وأوصت إن أرباحه تروح لابنها. استباليس حلمها كان مشروع، وهو إنها تبقى أم، بس ده عمره ما يكون مبرر للقتل. وخصوصا إنها في الجريمة التانية كانت مرتبة كل حاجة من غير ما تحس بالذنب من ارتكابها للجريمة الأولى. ولحسن حظ الرجالة في النمسا إن الجرايم دي اتكشفت، وإنها قابلت رولاند وأنجبت منه، وإلا كان زمانهم مجمدين في تلاجة الآيس كريم. في النهاية، يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.